نهائي القرن دلوقتي الساعة 9 بالدقيقة. العالم وقع وده فال وحش. فال وحش في بداية الماتش. معانا كابتن مصطفى. كابتن مصطفى منور استاد شجع كورة. مساء الفل عليك. بص كابتن هنا الجماهير بعد اذنك. نشجع الجماهير طبعا كلها. مساء الفل، وان شاء الله النهارده ربنا يكرمنا وندغدغكم يا رب ان شاء الله. كام الماتش يا كابتن كفتة؟ النهارده توقعي 2-1 الزمالك ان شاء الله. خايف من مين في الاهلي يا كابتن كفتة؟ قفشه. كابتن وليد شيتوس الزملكاوي الكبير. نحب ان يعني وليد من ساعه ما جه هو بيخش الحمام بس تقريبا. بس انا تقريبا بقالي ساعتين في الحمام، مش عايز اخرج الا بعد الماتش. توقعاتك كام يا كابتن الماتش؟ ان شاء الله حاسس 2-0 للزمالك. زيزو وكاسونجو. يعني الاهلي مش هيجيب اجوان؟ لا انتوا اللي هتجيبوا فينا اجوان بس. حاسس ان الاهلي النهارده هيبقى زون ديفنس بتاعه مش هيطلع قدام كتير، فحاسس ان شاء الله الزمالك هيعمل ماتش كويس باذن الله النهارده ان شاء الله. خايف من مين يا كابتن في الاهلي؟ والله انا كنت بتكلم معاك في الاول، خايف حاجات غريبه شويه. خايف من كهربا واليو بادجي لو نزل. الاثنين دول الاثنين الدكه يعني. الاثنين الدكه دول حاسس هم دول لو نزلوا هيعملوا فرق مع الاهلي. تمام. نروح بقى للاهلاوي الكبير المتعصب. وانا حاسس النهارده ان هو هيبقى فال خير ان شاء الله علينا. ربنا ما نقطعش علاقتنا ببعض. الراجل ده انا اول مره اتفرج معاه النهارده على ماتش. غيرت كل حاجه في حياتي النهارده. يعني نتمنى ان يكون وشه حلو علينا كاهلاويه يا رب ان شاء الله. توقعاتك ايه يا كابتن للماتش؟ كام؟ لا ماتش صعب، ويعني ان شاء الله نكسب طبعا يعني ان شاء الله. كام يعني حطيت انا هتوصل وقت اضافي النهارده يعني. وقت اضافي هنروح لضربات جزاء يعني؟ لا ان شاء الله، لا بعد الشهر. لا ضربات جزاء. لا ان شاء الله وقت اضافي احنا ننهي الماتش ان شاء الله. كلها هتموت والله ما ينفعش. لا ضربات جزاء لا ان شاء الله يعني هنخلص الماتش النهارده ان شاء الله. طب خايف من مين في الزمالك؟ بن شرقي وزيزو طبعا. رايك ايه في بدايه شيكابالا؟ هو مضطرين لها. شيكابالا بقاله كتير مش فت، بس يعني ساعات كده شيكابالا في ماتشات الاهلي بتضرب معاه. اتمنى النهارده يبقى يوم من الايام دي يا رب يعني. ان شاء الله. لا ان شاء الله. والله دي طيب احنا في انتظار الكابتن علي ديوان، معرفش ايه اللي اخره. بدايه كمان بدايه نهائي قرن. احنا ازاي مش في الاستاد؟ ازاي؟ لا حظي ده ماتش واحد مش ماتشين. اول مره ده الحمد لله ان في وقت اضافي. ده كان الاول قال لك لو تعادل ضربات جزاء. ازاي؟ كنا عايزين رايح جاي. ايوه الظاهره والنبي. انا روان ده لسه عند كلمتي والله لو هترك الماتش ده. انا عندوله يمشي مع حب الكرة جاي يمشي ليه يا اسلام ليه بس الثقه بتاعتك يا اسلام في اول ماتش يا اخي؟ الثقه من اول ماتش يا اسلام. اليساري يمشي الجناح ويكسر ظهير طاير يا اخي ابراهيم. ده جون عشان لو الماتش هتروح هنكسب يا فندي ان شاء الله. عاش يا سلية. ايوه عاش. مش فوزانك يا ابو سليمان. باشا كله راح مع الفينومينا. برضه ما طلعش رجلي في ستيكس يا ابني. كله راح مع الفينومينا. كله راح مع مروان. والله بدايه مش متوقعه خالص يعني مع ضغط الاهلي، بس يعني ان شاء الله يكون في تعويض باذن الله في اسرع وقت ان شاء الله. خلي بالك ده اسوأ سيناريو للزمالك. بالظبط. والمشكله عندنا برضه ان احنا الزمالك لو كان لعب 50-60 دقيقة 0-0 كان هياخد الماتش. كل ما تعادل يبقى قفل الزمالك. كان هياخد الماتش. بصراحه مش بتفائل لما الاهلي بيتقدم، بيبقى صعب على الزمالك التعويض. مش موضوع صعب التعويض، هو بص ماتش مش متوقع وكل حاجة، بس الزمالك كمجموعة بيقدر يقفل، بيقدر يخنق الدنيا، وعنده 3 قدام يخلصوا في أي وقت، بالذات أشرف بن شرقي ممكن يعمل البدع. على الارض احسن. احنا امهر، احنا فرديا احسن. هي قوي. سيبها قدامك. طب شيتوس بعد تلت ساعة من الماتش رأيك ايه في الزمالك؟
بص هو الزمالك ابتدى يمسك كوره، بس احنا لسه بنتكلم، احنا على الارض احسن. لو فضلنا ماسكين الكوره على الارض احنا ان شاء الله هنقدر نعوض فرق الهدف دوت، وممكن كمان نتقدم كمان عن كده. بس مش عارف ايه في اللعيبه، في حاجه مش مظبوطه يعني، فربنا يستر. كفته رايك ايه في اسلام جابر ناحيه الشمال؟ لا اسلام جابر ربنا يستر النهارده بصراحه، ربنا يستر بس كده. لا الاهلي لازم يستغل ناحيه اسلام جابر بقى في الهجوم يعني. الاهلي لازم يستغل ناحيه اسلام جابر يعني، مهزوز وبعيد عن الماتش، فالاهلي يلعب عليه جامد اكتر يعني. باينه يا شباب عندنا، باينه ما فيهاش حاجه يا عم. يا ولد يا حمدي. ماشي يا قفشه هايل. بص احنا عندنا جاب كبيره قوي ما بين نص الملعب والهجوم، وعندنا جاب تانية ناحيه اليمين ان الشحات ما بينزلش، فاللاعب الزمالك كله من ناحيه الشمال. بن شرقي وشيكابالا حتى هذه اللحظه هو احسن لعيبه الزمالك، عمل سروهين بجونين بصراحه. انا حاسس على فكره اللي انت بتقوله ده ان موسيماني يقصدها، ان دايما حسين الشحات يبقى اقرب لمروان ما ينزلش، وحمدي فتحي يبقى اقرب لمحمد هاني يسند معاه، لان دي مش اول مره تحصل. واجاييه هو اللي بيرد جامد. ايوه اللعيبه قفشه. شيكابالا بصراحه الزمالك. مين؟ شيكابالا احسن واحد في الملعب. شيكابالا يلعب شيكا، يقدم شيكا العرضيه وينه. خطوره، انا بتكلم ناحيه الخطوره. هو مش لاقي حد يضغط. استناهم يطلعوا، ما هو دي الفكره، هو لازم يستناهم يطلعوا، ما الفرقه كلها منكمشه لورا. نمسك كوره بقى، نمسك كوره وارجع تاني، ما تستعجلش، صح كده. المشكله ان الضغط ده ممكن يغلطنا. ده ايه كنا نعمل ايه بص لا بص انا بقول لك ادي يا شيخة يا ابن اللعيبة. ايه ده واحد. الله يا حبيب قلبي، خد يا ستار يا رب. ادي يا ابن اللعيبة. الله. هو تملي الزمالك عنده نقطة ديت اللي بتبدأ متأخر، تملي في كل الماتشات بتاعتنا بنبدأ متأخر في أي ماتش، بس الحمد لله إن شاء الله بإذن الله نمسك الماتش بإذن الله والزمالك يكسب. لا باتشيكو احسن الشوط الاول جدا يعني، في النواحي الهجوميه وخط وسط الزمالك اقوى بكتير من الاهلي يعني. الاهلي خط وسط منه هربان يعني، والثلاثه اللي قدام بتوع الزمالك بيبدلوا الاماكن يعني. شيكابالا راح يمين وبن شرقي بيدخل في النص، وزيزو راح شمال هناك جنب اسلام جابر. لا في شغل من باتشيكو كتير يعني. بص يعني كنت بقول لك لسه الاهلي محتاج يعمل هجمه واحده مرتده صح، علشان خاطر الزمالك يحس ان الاهلي ممكن يخطفه في اي وقت. للاسف الاهلي مش عارف يعملها. الاهلي الكوره بتوصل في حته معينه في نص الملعب وبعد كده شكرا. ولا حسين الشحات موجود ولا اجاييه موجود. الله يا بابا مستحيل ارجع العب في مصر. شغل ايمن عبد العزيز كوره في وسط الزحمه كده وتخبط. ايه يا علي ده؟ ولا حاجه يا حمد اهدى بقى بالراحه، عقل بقى، حبه عقل. يابا ده مقضيها على خماسي، ده مقضيها خماسي ده. يابا بقى على الباصه دي، احنا مش عارفين الباصه دي الباصه اللي بعديها دايما بتقع ولا واحده بتروح. بالذات الرباعي الهجومي عندهم اللامركزيه حاجه كويسه جدا، مخلخله دفاع الاهلي قوي يعني، مش مثبت اي حد في مكانه مخلي بالظبط. بص لا هي دي عامله خلخله جامده عند الاهلي. هي مش المشكله بقى، انا مش شايف ورقه على دكه الاهلي تنزل تغير لك المنظر ده. الشوط الاولاني مفاجاه. الشوط الاولاني الزمالك مفاجاه. مفاجاه بالنسبه لي، اكتر مفاجاه بالنسبه لي شيكابالا بصراحه. انا زي ما قلت في اول الماتش شيكابالا يا يومه يا ملط، فالنهارده الحمد لله لغايه دلوقتي عامل ماتش حلو جدا جدا، فربنا يكرم كده ويكمل على نفس الشكل يعني. انت ايه رايك في الشوط الاولاني؟ والله مبدئيا يعني راضي عن الزمالك الشوط الاولاني. طبعا كان عندنا عيوب كبيره قوي في اول ربع ساعه،
كنا تايهين، او كعادتنا مع كل ماتش من ساعه ما بات شيكو ماسك الزمالك بيبقى تملي متاخرين في اول فتره ديت، بس الحمد لله رجعنا بسرعه زي ما كنت متوقع وربنا كرمنا. وطبعا شيكابالا مفاجاه كبيره 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 جدا لينا. وبعدين يا شيف انا غيرت الشيبسي بدل طماطم بقى شطه وليمون. اتمنى يعني يبقى شل وحوح اي حاجه تولع الدنيا، لان الاهلي ميت. في طبعا تباعد كبير ما بين الخطوط، والاهلي مصمم يخترق من العمق، ومش مستغلين ولا الشحات ولا جايين ناحيه الشمال، وعلي معلول اوحش واحد في الملعب فجاه. يا ابن الذين حرام عليك يا مصطفى، دي حاجاتك دي. ياسر ابراهيم بقى على نفسه خرج و الله الله روح لا علي روح علي روح ياسر ياسر العزيزة بقى عاش ياسر رحت كتير. عاش ياسر الكورة بتاعت مصطفى دي يا نهار ابيض. احنا فين؟ تعمل ايه؟ بلاش حاجه. تعمل ايه؟ يا لهوي ايه ده؟ يا لهوي عايز ايه يا حسين؟ عايز ايه يا حسين؟ كرة البطولة دي الكورة الوحيدة اللي طلع فيها معلول. اتخض ما توقعهاش. دي على رجله على عدلته. جون فاضي. جون فاضي. طارق حامد ابتدى يجيب جول شوية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله كده خير. سونجو نزل؟ خير. سونجو نزل مكان شيكابالا. نزل مكان شيكا. احنا مش عايزين يحصل سيناريو الشوط الاولاني بقى الاهلي يبتدي يركب من دلوقتي. الواد محطة كورة عالية بتاعت مصطفى محمد كلها يعني. يا ابني بتعمل ايه؟ ما تنزل لورا زيه يا ابني. كل الكورة الثانية نزلت. كل الكورة الثانية انتوا بتاخدوها. لا واد محطة قوي يعني. ايوه بس لما لعبنا على الارض ربع ساعة على الشوط الثاني، رأيك ايه يا مكاتب في الأهلي؟ لا الاهلي بدا الحمد لله يمسك حبه نص الملعب يعني الحمد لله يعني بدا يمسك نص الملعب، وطبعا خروج شيكابالا وكده ونزول كاسونجو هيدي اريحيه للاهلي ان شاء الله يعني. يعني الابتكار كده زي الثلاثة بتوع الزمالك يعني، او زي بن شرقي وزيزو يعني، او زي بن شرقي يعني. الاهلي ما عندوش حد زي بن شرقي. هو ما فيش حد في الزمالك. لا يا عم والله بجد والله احنا ما عندناش لعيب مبتكر كده زي بن شرقي يعني، يختفي ويلدغ يعني زي بركات زمان عندنا وابو تريكه. لا كده يعني الاهلي ما عندوش اللعيب المبتكر ده يعني في الثلث الهجومي بصراحه يعني. هو مش الاهلي بس مصر كلها ما فيهاش اللعيب ده دلوقتي. والله العظيم باتشيكو يعني عالمي النهارده بالحركات اللي عملها دي بجد والله. انه زيزو راح عمل له ناحيه معلول، قفل ناحيه معلول بزيزو. لا بجد والله مدرب بيفكر عنده لا فكره يا جدعان والله. ايه دي؟ بنقول ما نشوطش. اهو وزيزو يا جدعان. كسر الدفاع يا عم. كله الا الخازوق ده. عرض قصاد عرض، قائم قصاد قائم. لسه مش واحدة واحدة. يا ستار ايه ده؟ زيزو واحد. أو يا ساتر يا رب على الشمس. أو يا ساتر على الشمس. هي المشكله ان جيراردو بيقفل على معلول. ابوس ايديكم اوفر واحد حلو. أنا أعصابي تعبت. اسوء ماتش يعني والله العظيم احنا بنلعب اسوء الماتش اللي جبنا فيه 3-1. ما تيجي نبدل أماكن كده. تعال نبدل مكان. عشان ربنا يفرجها ولا حاجة. احنا لبسنا تيشيرتات احنا عملنا كل حاجه. ايه لازمتها الكوره دي يا انا مش عارف ما خلاص انت مش عارف تطلع، خلي بقى الشناوي يلعب عالي وخلاص. والأول مرة يلعب على الكرة الطويلة من ساعة ما جه الأهلي. ايوه ما انت على لازم طول تعمل بيلعب من حلول تحت. ان الزمالك هيقفل عليك في الهجمه. انت ما تبقاش الحل كده. ايوه بس احنا عندنا لعيبه كوره ما يمشي على الارض، بيضيع عليه قوتهم. مش حاجه يا عم. استرجل يا عم. فاضل تلت ساعه، الاحساس ايه؟ لا تعليق لا تعليق. انت جاسوس انت جاسوس. الموضوع صعب فعلا بجد مش عارف انت مش عارف مين احسن ومين اوحش. لا احنا عارفين مين احسن، باينه قوي. لا الاهلي باينه قوي يعني. الاهلي ما قدمنش بجد يا جماعه. الزمالك احسن. الاهلي ما قدمش وربنا يستر ربنا يستر.
الاهلي الكوره الوحيده اللي كسر فيها الخط بتاع طارق حامد وفرجاني هي اللي راحت في العارضه. انت رايح فين يا لهوي يا اشرف؟ صح 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 دي قوي. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ فين يا عم انذار يا عم؟ مفيش مشكله كان لازم يعطل. لا تعالى يا عم، في انذار يا عم، ايه اللعب الخرا ده؟ ماشي يا عم انذار ماشي، ما هي انذار ماشي كان لازم هداني بالكارت الاصفر. ده كان بيبقى احساسكم لما تبقى كوره مع ابو تريكه. طبعا طبعا هو نفس الاحساس القذر ده. طبعا. ما تعملش لا طب بص على الفار، بص على الفار. استنى بص على الفار. الصور رامي استنى نفسه. يا اخي انت عايز ايه تاني؟ عشمارو حسب الله ونعم الوكيل. والله مش ازاي بيلعب في الاهلي، هو ازاي بيلعب كوره؟ يمكن بادجي ينزل يعني الكور العاليه حتى يعني ياخد منها كوره ولا اتنين. انت ليه ما تفكرش في كهربا؟ يعني اي حد ليه ما تفكرش في الشيخ مكان حسين الشيخ؟ حاسس ان كهربا اقرب من الشيخ. لا ما كهربا لازم ينزل طبعا. اي حد يغير الثبات اللي بقى موجود قدام ده. خلاص مروان محسن ما يعملش حاجه. طب هل دلوقتي هم في مرحله ان احنا ما نخاطرش لان خلاص فاضل حوالي 10 دقايق والماتش خسران ايه؟ انت خسران ايه؟ ما هو انت هو الفرود. كفايه كل الالتحامات بتاعت الزمالك وكفايه مروان علينا كده. تغيير شيكابالا دي في صالحنا بصراحه لان انا ريحتنا. ما بيحصلوش حاجه جديده ولا بيتشرب. انا ما بخافش من كهربا عشان هو اي معروفه، بس اي حد يروح من الزمالك الاهلي لازم يحط بصمته. هي يا ايه الحلاوه دي؟ يا لهوي ايه الحلاوه دي؟ انزل اقفل بقى اقفل بقى الملعب ده بقى. هو يا نهار اسود يا نهار اسود ايه يا مروان؟ ابو شكلك يا اخي، ابو شكلك يا اخي مش ممكن تبقى دهيات كوره. هيجيبوا تاني لا بس كده. الله واحده هاي يا راجل. ايه واحده؟ حسين في الملعب عشان خاطر سبرنت. 5 دقايق لا بيطلع استلم فين ده يا جماعه؟ راجل روح ايه ده كوره؟ ان شاء الله جون تاني. حلو خلينا عندهم هو عايز ايه؟ هو بيعترض على ما اعرفش. حسين ده زقه كده عشان حسبي الله ونعم الوكيل. ياخد انذار. عايز اخد انذار. ياخد عادي خالص. يلا ماشي يلا جيراردو، يلا موتوا نفسكم بقى الدقيقه دي. اخر الكون عمري عشان الهيون جمهورنا حماه الحلوه والمره عمري ما حب غير الاهلي. مفيش اشهر من النهائي بتاع بايرن ومانشستر يونايتد. 90 دقيقه بايرن غسلاهم في دقيقتين سرقوا الماتش. هارد لاك شيتس. حبيبي يا مصطفى، الف مبروك للاهلي والاهلاويه كلهم. ربنا ربنا ياخدكم. انا فعلا عايز اقول الكلمه دي. الماتش الاهلي لطش واحده بس، شكرا على كده. الاهلي ما عملش اي حاجه خالص. احنا برضو فعلا خروج شيكابالا اثر معانا شويه عكس المتوقع. ان شيكابالا برضو ما كانش ليه تاثير جامد قوي. كاسونجو كان بعيد جدا عن حالته. الف مبروك للاهلي والله، بس يعني ما تستاهلوهاش وربنا ياخدكم. تعالى لي كوستا بيشوف مين مين ده مين بدأ كله بيشتم. سيبني في حالي عشان انا النهارده عندي حفلات كتيره قوي.
كابتن كفته. لا انا بجد يعني لا مش مصدق والله، مش مصدق ان احنا نلعب الماتش ده كله في الاخر. قفشه اللي انا قلت خايف منه من اول الماتش يخلص بجون زي ده بصراحه. يخلص. لا يعني مش مصدق بصراحه. عمري ما احب غير عليك ولا في غيره يفرحني، دايما معاه والاخر كون عمري عشان الاهلي يهون. كده. مبروك يا معلم. الحمد لله يعني فوز من عند ربنا والحمد لله على النتيجه. احنا ما غيرنا الاماكن. لا احنا غيرنا الاماكن ولبست التيشيرت الاسود ربنا فتحها علينا الحمد لله يعني. الحمد لله. جون غير متوقع. لا جون غير متوقع وقوه شخصيه من قفشه انه شاط في الوقت ده يعني. مرجعها كده. لا هي هو مرجع هي ما فيهاش حاجه كده. روح كده يمين. مفيش. الحمد لله ان الماتش انتهى على كده والحمد لله يعني. احساس التاسعه ايه يا ريس؟ بغض النظر عن احساس التاسعه ايه، هو ماتش متعب قوي يعني. انا مش متخيل مثلا كنا في الاستاد كان هيبقى الاحساس ايه يعني. الماتش زي ده كان لازم يبقى في الاستاد، كان لازم الاجواء بتاعت الاستاد واجواء الجماهير. بس هو الماتش النهائيات ما بتتلعبش، النهائيات بتكسبها. محدش هيفتكر بعد 10 سنين مين كان احسن، زيزو كان بيعمل ايه في الملعب، شيكابالا عمل ايه، محدش يفتكر الكلام ده. كله هيفتكر مين اللي كسب. الاهلي لسه من سنتين كان بيلعب بريفر بليت وبوكا جونيورز، حد كان فاكر مين احسن في الملعب؟ ولا الهوا يا باشا، ولا الهوا. التاسعه جت خلاص. هو خلاص التاسعه جت، النهائيات بتتكسب. لا الوحش بقى، الوحش كمان في الماتش، او مش الوحش يعني، هو الوحش بالنسبه للزمالك ان هو ما استغلش الاهلي في الظروف دي حقيقي. يعني الاهلي حظه ان اتلطشت اللطشه الاخرانيه بتاعت قفشه وخلصت. الزمالك كان لازم يستغل الاهلي في الوحاشه دي الهجوميه، مفيش عقم هجومي، مفيش. الاهلي عمل كام فرصه يا شيف؟ الشوط الثاني مفيش غير بتاعت الشحات بس تقريبا يعني، ما مش فاكر اي حاجه. الشوط الاولاني هي حسين الشحات ولا حاجه بتاع الشوط الاولاني اللي في اول ثانيه في الماتش وخلاص، اللي جه منك كورنر بس كده. فعشان كده بقول لك الزمالك غلط انه هو ما استغلش الاهلي في الظروف دي. يا اهلاوي الحمد لله حلاوه التاسعه انها جت على الزمالك الحمد لله، انها كانت مع الزمالك في الظروف دي يعني الحمد لله يعني. هم خطفوا مننا ماتشين والثالثه جت الحمد لله بافريقيا بالتاسعه الحمد لله يعني. هي حلاوه البطوله دي انها التاسعه انها قدام الزمالك يعني. نستحق المكسب الحمد لله. اللعيبه بالخواتيم والنتيجه لا ككوره لا يعني الحمد لله احنا اخذنا البطوله. ككوره لا يعني اسوأ ماتش الاهلي لعبه قدام الزمالك يعني. الماتشين اللي اتغلبنا فيهم قبل كده كنا بنلعب كوره احلى من الماتش بتاع النهارده يعني. لا الاهلي النهارده مفيش اي حلول يعني، خط وسط غلبان، حلول هجوميه مفيش. لا طبعا يعني، لا الزمالك كان عالي النهارده طبعا يعني. جت من عند ربنا البطوله دي. الحمد لله جت من عند ربنا. الكوره بتاعت قفشه دي لسه هو بيقول ده رزق. هو يعني عادي، ما هو الزمالك اخذ مننا سوبر السوبر المصري وما كانش يستحق الماتش يعني، اخذ ضربات الجزاء والاهلي كان احسن طول الماتش يعني، استحواذ وفرص وكل حاجه وقالوا عليها بطوله يعني، فطبيعي يعني عادي يعني. خروج شيكابالا ريح الاهلي يعني، وفرق مع الزمالك جدا لان البديل ما كانش على المستوى. والاهلي طبعا الكرة بتاعت حسين الشحات اللي ضاعت في اول الشوط دي كانت هتقلب الماتش. على الرغم من كده الاهلي ما قدرش ان هو يفرض اي فعاليه هجوميه في الشوط الثاني، غير ان دي جات لنا رزق. دي رزق من عند ربنا والحمد لله. الحمد لله التاسعه في الجزيره. الحمد لله اهم حاجه التاسعه قدام الزمالك. لا حلاوتها ان احنا بنلعب الزمالك في النهائي في الفاينل يعني. هي دي حلاوتها. طيب اخيرا مبروك للاهلاويه وهارد لك لكل الزملكاويه. مبروك مبروك يا مبروك علينا يعني. لايك للفيديو وكومنت وشير وحاجات زي كده، ومبروك علينا كل اهلاويه بقى. اهلاويه بقى سبسكرايب يا معلم وشير في كل حته. يا بالبركه عايزين 9 مليون. عوضنا الماتشين وهم طلعونا بيهم قبل كده الحمد لله يعني. فين ياسر؟ فين ياسر؟ كابتن ياسر بوجه لك رساله. خدناه من غير رمضان صبحي. ايوه يا باشا، هات لنا ياسر زينا على التليفون. كابتن ياسر ومن غير رمضان هنجيبك، ومن غير احمد فتحي هنجيبك. مين رمضان يا باشا؟ رمضان يعني اللي بعنا راح بيراميدز ده. من غيره الحمد لله. بس هو كان يا عيني فاكر. هو راح لنادي البطولات. راح نادي البطولات.